كل شوا ديالك في هذا النوع، لان كل واحد يقدر يمشي يدير قاعده العرض الطلب، يقدر يمشي يدير تجاره المخدرات. الايتيك وتحددوا حتى القانون. لدرجه انا كنعقل على بوت كانت عنده 50,000 متابع، كان مراكش حتى جاو البوليس جراو على الناس، فهمتي. خد شي الحياء العام شي حاجه بحال هكا تيركزوا مع الناس، ولكن راه اد اند راه ما تيحترموش. وهكا زعما ملي كنكون هكا في دبي كنفرح، كنحس بخوتي حدايا. واش صناعه المحتوى في المغرب، كي كتشوف صناعه المحتوى في المغرب، واش هادشي ديال التافهه اللي دابا منتشر حاليا واش كيأثر على السمعه ديال صناعه المحتوى في المغرب؟ اكيد كيأثر. تكبس وداك الشيء راه كنهضروا على الكرامه ما كايناش. هذوك الحوايج تيقول لك هناك امور تحل بتركها. وديما مغرب المغرب طبعا ان شاء الله نمشيو لكوت ديفوار غنرولوا، والشباب بحالك والشباب بحال الاخرين يدخل لي ديسبورا ماروكا اللي كانت هنا نفعات مزيان، لان دوينا بالدارجه وبقينا محافظين على اللغه ديالنا وفهمونا وفرحانين انهم فهمونا اخيرا. ملي كنجيو عندهم الاغلبيه كتفرجوا فيه ما باغيينوش، بغاو يعرفوا شنو هو داير الضجه. عندنا ولاد ما شاء الله راك عرفتوا السوينغا، امين العوني، عادل، سيمو، نتايا، الناس كيديروا ايفور كيخسروا من فلوسهم ومن وقتهم باش يرجعوا واحد الكوميونيتي، واحد الناس تابعينهم اللي كيوليو بالملايين نهار على نهار. دونك المحتوى الجيد راه جاي. سيادنا مرحبا بكم حلقه جديده من اسفار حول العالم. رجعنا لدبي وفي اكبر تظاهره في العالم، اكبر تجمع لصناع المحتوى في العالم. بزاف المفاجات اليوم، خليكم معنا. مره اخرى تلاقينا خونا مصطفى في دبي. وعلاش جيتي يا مصطفى هذه المره لدبي؟ اولا جيت باش نشوف. سلم عليا. سلم عليك، عليا الشرف باش نشوف هنا الدراري المغاربه اللي غادي يجيو لوان بي دي ساميت باش يبريزونتيو ونتلاقاو مع صناع المحتوى ونبارطاجيو اللعيبات. دونك شنو هو ال1 بليون ساميت؟ على ما افهم انه واحد ليفينمون اللي كيتجمعوا فيه صناع المحتوى وكيكون فيه التعارف اكثر، بنادم كيدير ريزوطاج وكيدير نيتوركين، و ميم طون كتفهم شنو واقع، كيدير ورك شوب زوينين اخر مستجدات في صناعه المحتوى ولا انفلونس وكذا. واش بغيت واحد السؤال اخويا مصطفى، انت دابا شفتي شنو واقع في هادشي ديال التفاهه في المغرب؟ تيك توك وهذا الشيء اللي واقع، انا سمكه هذا الشيء هذا انا بصراحه هذا الشيء هذا تيمرض. واش هذا ليفينمون اللي كاين في دبي ديال صناع المحتوى خاصنا بحالو في المغرب باش نهزوا بالنيفو ديال صناعه المحتوى؟ احنا اللي خاصنا في المغرب خاصنا تعليم زوين اولا، فهمتيني، باش نهزوا صناعه المحتوى، لانه كلشي من لاباس. هذه الظاهره ديال انا سمكه ماشي ظاهره اقتصاديه اللي تبان ليا، المشكل اعمق بكثير من صناعه المحتوى. غادي يبقاو عندك هاد النماذج، ما حد عندك الفقر، ما حد عندك الجهل، ما حد عندك هاد الامكانيه انك تصور الفلوس بهذه الطريقه. ولكن مصطفى شفت هذا الشيء ديال هذا التفاهه ما كاينش غير في المغرب، كاين حتى في الدول المتقدمه بزاف في العالم كامل. هو قاعده عرض وطلب، بما انه كاين واحد العرض كيتلبى ليه، فكاين واحد الطلب على واحد المنتوج كيخلصوا الناس فلوس باش تقول ليه انا بطه، فيكون العرض. دونك هذا الاختيار ديال كل شوا ديالك في هذا النوع، لان كل واحد يقدر يمشي يدير قاعده العرض الطلب، يقدر يمشي يدير تجاره المخدرات يولي بخير. ولكن الاختيار كيكون كيحددوا الايتيك وتحددوا حتى القانون. اذا حتى القانون خاصو يتدخل، خاصو يسالفوا في هذه القضيه. في هذه القضيه في لوسونس ماشي اننا نحرموا الناس يقولوا انا بالطاش، هو حريته، وانما سيرتو الاطفال. الا كان واحد لاصيب الاطفال اللي كتطلع المشاهدات بشكل كبيره، وهذاك المحتوى اللي فيه مازوشي ولا اش كيتسمى في واحد حاله نفسيه عجيبه، فكنظن انه مش غير صالح للاطفال. الا تليميتات هذه الفئه العمريه على النوع المحتوى غادي ينقص الريتش، وبالتالي غادي ينقص الطلب. ملي غادي ينقص الطلب غادي ينقص ذاك العرض. فاعتقد تقنينا وايتيكمون خاص العامل الايتيك مهم، الاخلاقي مهم بزاف. علاش؟ لانه هو اللي كيحدد لنا الاختيارات ديالنا بدون اي تقنين، وهذا اللي فيه الخدمه. كبير، خاص الوقت. شكرا مصطفى، شكرا. ومره اخرى مجهوده الخدمه مجهوده، ولكن هادشي خاص مصطفى، خاص هادشي بالتعاون مع صناع المحتوى في المغرب اللي عندهم واحد النسبه ديال الفولورز بزاف في المغرب، خاصهم ينوضوا نوضه وحده ويهضروا على هادشي هذا. هو واخا نوضه وحده دابا شي لون تيرم، ديما الكونتينيتي، هذا هو الاشكال في المغرب. خاصك ديما تخدم بروجيات لون تيرم موين تيرم ولون تيرم. هذه القضيه هذه هي فين كاين الفيلم، كدور الكاميرا مزيان. هذه القضيه هذه هي اللي كاين فيها الفيلم، وحنا راه خاصنا نعرفوا انه دائما السياسات كيخصهم المدى البعيد. غندوي انا اليوم غدا ومن بعد شي السياسه ديال التعليم ديال الدوله وكذا. حنا كنشوفوا دابا نظام التعليم اش واقع عليه في المغرب للاسف.
وكنتمناو كنشكروا تحل بزاف وشكرا مصطفى. اذا حنا دائما في ال1 بليون ساميت مازالين بزاف غنتلاقاو مع بزاف ديال صناع المحتوى هنايا. خليكم معنا بزاف ديال المفاجات اليوم. غادي نحضروا ال1 بليون فولورز معنا عادل التاوي. خويا عادل السلام عليكم. شوف بعد انا كنفرح ملي كنسمع الدارجه والمغربيه وهكا زعما ملي كنكون هكا في دبي كنفرح كنحس بخوتي حدايا. الله يحفظك انت راه خونا وعزيز علينا. خويا عادل بغينا غير نعرفوا شنو هو الحضور ديالك في هذا ليفينمون هذا هنا في دبي وشنو الاضافه ديال المغاربه هنايا. حنايا جينا في قمه المليار متابع دونك حنايا كنكملوا مليار متابع مع كاع صناع المحتوى اللي جاو هنايا. الاضافه اللي عندنا هنايا اننا جينا حتى حنايا كنشاركوا الخبره ديالنا في صناعه المحتوى. الحاجه اللي عجبتني انه المغرب تعطاتو حتى هو فرصه كبيره انه هو زعما من كثره ان المحتوى ديالنا بدا كيقيس العالم العربي وبدا كيقيس العرب اكثر ولينا زعما حتى حنايا كنتعتبروا من واخا لهجتنا شويه صعيبه ولا الناس كيحاولوا يفهمونا حيت المحتوى ديالنا شي حاجه اللي هي قويه وما كيلقاوهاش في بلاصه اخرى والحمد لله النتيجه ديالو هي هادشي اللي كتبان دابا الحمد لله. واش التاثير ديال كاس العالم حتى هو كيعاون شويه بصح والله زعما من وراء كاس العالم ملي وليتي كتقول المغرب الناس كتضرب لهم في راسهم هذيك القضيه ديالنا كاس العالم راه هما اللي شاركوا يعني راه هما الناس اللي هما قويين فهمتي يعني ماشي غير في كره هذيك القوه اللي طرات في كاس العالم انعكست حتى علينا حنايا. لقينا مع السيمو الصدراتي. مرحبا بك سيمو. يعطيك حبيبي كي داير؟ لاباس بخير. لاباس عليك؟ مرحبا بنا عندكم. قول لي علاش جيتي ل1 بليون ساميت؟ جيت ل1 بليون ساميت لانه كانت عندي الفرصه انا باش نجي العام اللي داز ساعه ما قدرتش بسبب قطر كاس العالم وما غيمكنش نضيع لوكازيون باش نكتشف نشوف هذا الفيلم كيفاش داير لانه ال1 بليون ساميت هو اكبر ملتقى ديال صناع المحتوى. انا صانع محتوى خصني نجي نشوف لان خصنا ندفعوا بصناع المحتوى المغاربه لانهم هذه حقيقه خصنا نتقبلوها فيترين ديال البلاد فيترين ديال البلاد صناع المحتوى. خصنا حتى حنا نكونوا حاضرين في حدث بحال هذا نمثلوا بلادنا ونشوفوا كيفاش نقدروا نتقدموا ونزيدوا بهذا المجال هذا بهذه المهنه الجديده اللي يلاه بدات في هذه السنوات. واش صناعه المحتوى في المغرب كي كتشوف صناعه المحتوى في المغرب واش هادشي ديال التافهه اللي دابا منتشر حاليا واش كيأثر على السمعه ديال صناعه المحتوى في المغرب؟ اكيد كيأثر. حنا تلاقينا بزاف الناس كنا كنتواصلوا معاهم للاسف ما عدد كبير منهم تيقول لك انا ما عارفش هاد النوع ديال صناع المحتوى كاين بحال عبدو ربي بحال سوينغا بحال امين بحال عادل بحال بزاف الناس اخرين ما نقدرش نذكر السميات كاملين ما عارفينش يقول لك انا ما سحبليش كاين هذا النوع هذا لانه المحتوى الاخر طاغي بزاف وكثير وحنا خاصنا نديروا اللي في جهدنا باش نبدلوا هذا الشيء. الفكره باش نقدروا نبدلوه هي اننا نحاولوا بحال ندوزوا المشعل لواحد الجيل واحد اخر اللي حتى هما يقدروا ما تشرفش راسك راه مازال صغير. لا ماشي كنشرف راسي ولكن صناعه المحتوى راها سريعه التغيرات اللي كتوقع بزاف الالغوريثم دغيا يعني ماشي بحال المجال الفني خاصك تكبر عاد تقول ندوز المشعل للجيل الجديد. لا صناعه المحتوى دوزتي 10 سنين 15 عام خاصك تعاون باش تصنع جينيراسيون اخرى. دونك هذا هو الاسس ما خاصهمش الاسس كيتعتمدوا خاصهم يكونوا لي ديال هذا الشيء. بيان سور خاص يكونوا لي فونداسيون وسيرتو خاص يكون التفسير ديال المهنه ممكن تصنع محتوى جميل وانيق وتقدم به وتصنع كارير به ويولي المهنه الاساسيه ديالك ويكون محترم اخلاقيا يكون هادف ويكون ممتع حتى المتعه لانه احيانا ماشي بالضروره نكون انا كندير محتويات المفهوم ديال هادف وديال ممتع وهذه المفاهيم هذو كامله خصنا نفسروها جينيراسيون اخرى باش نزيدوا نكثروا من صناع المحتوى اللي كيشرفوا البلاد لان هذه حقيقه حنا كنشوفوا هذه البلاد تبارك الله كتقدم وراهم عاطين اهميه كبيره لصناعه المحتوى وهذا الشيء ما جاش بالصدفه. دونك حنا خصنا نستافدوا من هذه التجربه هذه ونديروا معاها. شكرا بزاف خويا سيمو مرحبا بك في دبي ونتلاقاو من بعد. شكرا بزاف تبارك الله عليك. الله يحفظك. ودائما من هنا ال1 بليون فولورز من دبي معنا امين. خويا امين صافا لاباس عليك؟ الله يكبر بيك الله ينورك الله يحفظك ليا الغزال. شوف باختصار علاش جينا تجمعنا هنايا اليوم في ال1 بليون ساميت وعلاش جيتي؟ جينا هنا باش نمثلوا المغرب بصناعه المحتوى ديال المغرب كاملين ماشي غير انا وعادل اللي عيطونا ولكن راه الدراري كاملين اللي جاو هنايا جاو يمثلوا صناعه المحتوى في المغرب ويقولوا كلمتهم علاش لان في هاد البلايص هادو ما كاينش اللي كيمثل المغرب لانه ما كيفهموش اللهجه ديالنا بزاف فاحنا جينا نهضروا بالدارجه بيضاء باش يفهموها وفي نفس
الوقت نبريزونطيو المغرب مزيان، لان في هذه الاحداث هادو بحال هاد لي زيفينمون ما كيكونوش بزاف المغاربه. علاش؟ لان الشرق الاوسط هو اكثر الناس اللي مسيطرين على صناعه المحتوى في العالم ولا الوطن العربي، حيت حنا الدارجه ديالنا ما مفهوماش مزيان. ولكن الحمد لله دابا بدينا بشويه بشويه كندخلوا باش نبريزونطيو هذا الشيء وتكون عندنا كلمتنا كاملين، تكون عندنا كلمتنا. برافو عليك. شوف صناعه المحتوى في المغرب غاده مزيان، ولكن ديغنيغمون شفنا واحد الفيديوهات ديال التفاهه. انا سولت الدراري كاملين صراحه بحال تيك توك، بحال هذا الشيء اللي واقع دابا. شنو كتشوف؟ واش هذا الشيء غيأثر سلبيا؟ شنو خاصنا نديروا باش هذا الشيء ما يبقاش ويزيد صناعه المحتوى في المغرب؟ شوف راه الا ما كانش الشر ما كيكونش الخير، ولا ما كانش الخير ما كيكونش الزوين. باش تعرف ان هذه الحاجه زوينه راه ضروري يكونوا حوايج خايبه وسط السوشيال ميديا. كاين المحتوى الترفيهي ما نقدروش نسميوه محتوى خايب، بطبيعه الحال في حدود الاحترام، في حدود الكوميديا، في حدود الفن مزيان. وكاين المحتوى الخايب اللي كنهضروا بحال مثلا تكبس وداك الشيء، راه كنهضروا على الكرامه ما كايناش. هذوك الحوايج يقول لك هناك امور تحل بتركها. فاحنا الا بغينا نحلوا هذا المشكل خصنا نخليوه صافي، نخليوه نبعدوا عليه وما نكثروش عليه الهضره، ونكثروا الهضره على هذا الشيء اللي كنخدموا. ماشي غادي نبان لكم انني شويه، نكثروا الهضره على هذا الشيء اللي كنديروا حنا، لانه هو اكثر حاجه كتبريزونطي المحتوى المغربي. ماشي غير انا، ماشي غير عادل تاول، ماشي غير مصطفى سونكا، ماشي غير سي مصدر، كاينين بزاف ديال الناس اللي كيديروا محتوى. كثروا الهضره على هذا الشيء باش يطغى على داك الشيء الخايب، وهذا هو اللي كاين. وان شاء الله لا غادي نطغاو مزيان وبالافكار الزوينه ديالنا، وانتم تعطيونا افكار اللي نشروها، افكاركم بلسانكم بفمكم بداك الشيء اللي كتامنوا به، بالمعتقدات ديالكم اللي بغيتوها تنتشر. وديما مغرب طبعا ان شاء الله نمشيو لكوت ديفوار غنرونوا. خويا عبد الرزاق السلام عليكم. عليكم السلام الحبيب ديالي. صافا لاباس عليك؟ بخير الله يعطيك الرضا ومرحبا بك في دبي. هضر لنا شويه على هذا 1 بليون ساميت اللي جيتي ليه. 1 بليون ساميت واحد الحدث ثاني مره كيدار. حضرت الحدث تاع العام اللي فات، هذا العام من مستوى اخر، والحمد لله المغاربه كبروا بلاصال وصل ناضت كتغوت، لان فريمون كان شي طبيعي وخارجين من القلب ديالهم. والشباب بحالك والشباب بحال الاخرين اللي ديسبورا ماروكان اللي كانت هنا نفعات مزيان، لان دوينا بالدارجه وبقينا محافظين على اللغه ديالنا وفهمونا، وفرحانين انهم فهمونا اخيرا، وملي كنجيو عندهم وكندخلوا المجال ديالهم تاع صناعه المحتوى بشكل احترافي، وكيكونوا دي بانيليست اللي كيعطيو هما نصائح تاع صناعه المحتوى، وصفقوا لهم الناس ونوطاو بانهم تا هما يوليو بحال المستوى المغربي. يعني صراحه شرفونا المغاربه. شو الحاجه الوحيده، واحد السؤال اللي سولت الدراري، كيف كتشوف دابا صناعه المحتوى في المغرب وهذا الشيء اللي واقع ديال التفاهه اللي حاليا نايض عليه الهضره بزاف؟ هذاك المشكل تاعو ولا كيوريوزيتي، يعني الاغلبيه كتفرجوا فيه ما باغيينوش، بغاو يعرفوا شنو هو داير الضجه، وهذا الشيء كيساهم في الكبر ديالو. بحال شي حفره ما عندك كتاكل منها كتكبر، ما حدهم كيدخل داك الشيء ما حدو كيكبر. يعني ما نقدروش نحيدو، خصنا نزاحموا صناعه. في نظرك لا سوليسيون شنو هي؟ اننا نزاحموا بصناعه المحتوى الجدي. عندنا ولاد ما شاء الله، راك عرفتوا سوينغا، امين العوني، عادل، سيمو، نتايا، الناس كيديروا ايفور، كيخسروا من فلوسهم ومن وقتهم باش يرجعوا واحد الكوميونيتي، واحد الناس تابعينهم اللي كيوليو بالملايين نهار على نهار. دونك المحتوى الجيد راه جاي وبدا كينافس بشكل كبير وواضح المستوى السيء. ومعنا خويا سيمو لايف. سيمو لاباس عليك؟ الله يعزك اخويا، الله يحفظك الله يحفظك. خويا بغيتك تقول لي علاش جمعوا المغاربه اليوم هنا في 1 بليون ساميت؟ تبارك الله، هذا ليفينمون هذا عطى الصدى ديالو العام الثاني دابا ديالو، الفيرسيون الثانيه، وجاو ما شاء الله بزاف ديال الشباب مغاربه. شي حاجه اللي مزيانه. كاين واحد الاهتمام بالكونتنت كرييشن، الشباب مهتمين بالكونتنت كرييشن، وشفنا ما شاء الله بحال كاينين بزاف الدراري اللي كنعتبرهم انا توب كونتنت كرييتور في المغرب، على راسهم سوينغا، امين العوني، عادل تاويل، كاملين كاينين هنايا، شرفونا بالتواجد ديالهم هنايا، مثلونا حنا كمغاربه. وتبارك الله كاينين بزاف ديال الشباب، واعتذر اللي ما قلت سميتهم، فهمتي، لا يقول علاش ما قال سميتنا. يعني بالعكس تنحترم اخايا، اي واحد تيدير شي مجهود كنحترمه. بيان سور بيان سور. كيف كيبان لك المستوى؟ انا سولت هذا السؤال الدراري كاملين، كيف كيبان لك المستوى ديال صناعه المحتوى في المغرب، وكيفاش نقدروا نحاربوا حاليا التفاهه اللي كاينه في المغرب بصناعه المحتوى المزيانه؟ خويا تحارب التفاهه شويه صعيبه. المهم نبداو من الكونتنت، نبداو الايجابي هو الاول. عندي بحال ايجابي بزاف خويا. دابا كاين بزاف ديال الناس كيقادوا كونتنت ايجابي، كما قلت سوينغا تيعجبني الكونتنت ديالو، فهمتوا، تيبسط، تيشد شي موضوع اللي هو معقد وكيبسطوا التعويم، دوا في مواضيع اللي صعيب تشرحها، صعيب تشرحها لشي انسان هكا ولد الشعب عادي، صعيب تشرح ليه التعويم، هو بسطوا حتى ولا التعويم فهموا الشعب كامل. حتى هو ديك الفيديوهات كاملين ديالو تيتشافوا دي مليون المشاهدات، يعني حتى المحتوى المزيان راه عليه اقبال. وحاجه اخرى هي راه يقدر يبانوا ليه ملايين الفيوز عند داك الشخص السلبي، تيدير كونتنت سيء هكا. المهم
خاطش الحياء العام شي حاجه بحال هكا تيركزوا مع الناس، ولكن راه راه ما تيحترموش. مثلا كاين ديزانفلونسور، ما نقولش فينا بلاتفورم، عندهم ملايين المشاهدات، ملي جاو داروا بحال الميتاب ديال يجي يتلاقى مع الناس اللي كيتابعوه، جاو واحد ولا جوج، هو عنده 10 مليون في المشاهدات. وكاين انا نقول لك كاين ناس اللي عندنا عادي تلقى عنده 50,000 متابع عندنا في المغرب، واش نبقى نسمي فلان 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 وتيجيو ب 50. وملي تيدير الميتاب كيجمع 1000 الناس 3000 الناس، لدرجه انا كنعقل على بوت كانت عنده 50,000 متابع، كان مراكش حتى جاو البوليس جراو على الناس، فهمتي؟ يعني كثر جا الناس كثار، يعني عليها الواحد ما يقولش ما يشوفهاش بالكونتيتي ديال شحال كيشوفني، شحال من واحد كتامباكتو، شحال من واحد ولا معلق بك، فهمتي؟ ديك اللعبه ديال تيشوف تيقول خويا هذا بحال انا فان ديال سوينغا، فهمتي؟ فان هو صديق ديالي وسميتو، ولكن انا اند فان. علاش؟ لانه انا تندخل نتفرج في الفيديوهات هذيك ديالو الفيديو اللي تيدير تيتوشي تيتوشيني، كيشرح لي امور بواحد الطريقه بسيطه، فاهم التعويم؟ لا بغيت نفهمو بالطريقه ديال سوينغ غادي يشرحوا لك بواحد الطريقه بسيطه، فهمتي؟ يعني اد اند شوف الناس تحترمك، ما تشوفش بحال واحد السيد كيقول واحد الحاجه، الا كانت هذه الحاجه كتفرحك دابا كتفرحك دابا، عرف غادي تبكيك من بعد، ولكن الا كانت كتفرحك من بعد عرف ان راه غادي تبقى ديك الفرحه. لحقيت بزاف ديال الناس باغي دابا نشر فيديو دابا يضحكوا الناس، يشوفوه بزاف الناس، هنا غادي تولي كتنشر واحد الكونتنت اللي هو تافه. ولكن الا كنتي كتنشر شي كونتنت تعليمي على واحد المده طويله، بعد عامين 3 سنين غتولي عندك واحد الشريحه ديال الناس وكلشي كيحترمك، فهمت؟ في اي مجال تيبغي شويه الصبر. شكرا خويا السيمو بزاف، وتشرفنا بك في هذا ليفينمون هذا، الله يحفظك.